معروف ان الصين غريبة جدا من زمان، حتى في طريقة اكلهم بياكلوا اي حاجة تقريبا. يعني تقريبا دي اول دولة اكلوا فيها الصراصير، ولحد الان بياكلوا الصراصير والحشرات. ومش بس الاكل ده، في عاداتهم وتقاليدهم طلعوا الاغرب تقريبا. اهلا بيكم، انا عمرو ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن حاجات اوعى تعملها في مصر، وانتوا رشحتوا لي في الكومنتات ان انا اتكلم عن الصين، فعشان كده فيديو النهارده عن حاجات اوعى تعملها في الصين. وانا متاكد ان انت اول مره تسمع الكلام ده. انا استغربت وانا بكتب السكريبت، ايه يا جدعان ده الصين طلعت غريبه فعلا. ده مش بس في اكلهم، ده في كل حاجه حرفيا، مختلفين عننا في حاجات كتير جدا. يعني انا متاكد ان انا لو كنت رحت الصين من غير ما اسمع الكلام ده كنتش هستريح في الصين خالص. يعني كان هيحصل مواقف كتير محرجه. فلنفترض ان انت خلاص وصلت الصين، واول ما نزلت من المطار رحت ركبت تاكسي. اول حاجه اوعى تسلم على السواق بالايد. التلامس عند الصينيين يعتبر غريب، مش متعودين عليه. يعني احنا عندنا المصريين عشان نبين ان الحد ده ان احنا بنحترمه او بنقدره نخش نسلم عليه كاحترام، ولو صاحبنا ولا حاجه عشان نبين له ان احنا في عشم ممكن نخش عليه بالاحضان. الصينيين عكس كده تماما. يعني اوعى تروح لواحد صيني وتسلم عليه شفت مرتين او ثلاثه فتخش عليه بالحضن، اوعى تعمل كده، هتتكسف. لان هو ذات نفسه هيتصنم كده، هيستغرب اللي هو انت بتعمل ايه، انت من اولها كده تلامس واحضان، ده ايه ده ان شاء الله. فهم عندهم الاحضان او السلام او التلامس عموما مش زينا تماما. التلامس عندهم ما بيحصلش. وكمان التبس عندهم يعتبر عيب. يعني مثلا بعد ما انت ركبت تاكسي ما تديش السواق بقيه الفلوس تبس مثلا. يعتبر ان غلط اللي انت بتعمله ده وعيب. اللي هو الفلوس دي انا ما تعبتش علشانها، انت بتديهاني ليه؟ بس للاسف الموضوع ده يمكن يكون اتلغى شويه عند بعض الناس في الصين، لان الغرب بعد ما راحوا الصين يعني فتحوا عينيهم شويه على التبس. بس عموما هناك مش بيعملوا خدمات مقابل التبس، فدي نقطه كويسه جدا. ميعاد الاكل عندهم الساعه 12. الميعاد ده مقدس بالنسبه لهم. يعني شوف لو بتعمل ايه الساعه 12 ده ميعاد الاكل. يعني ما تروحش هناك مثلا ويبقى عندك صاحبك صيني هناك تكلمه على الساعه 12 تقول له يلا بينا احنا هنلف. مفيش حاجه اسمها كده. الساعه 12 ده ميعاد الاكل عندهم. ما ينفعش تغلس عليه وتقول له يلا ننزل. ده هم متعودين على كده من الصغر. لحد الان هم ميعاد اكلهم الساعه 12، فما تكلموش على الساعه 12 تقول له يلا ننزل ولا حاجه او تروح مشوار. وطالما فتحنا سيره الاكل، العصيان بتاعه الاكل بتاعتهم، العصيان دي للاكل بس. يعني ما ينفعش وانت بتاكل تتكلم تمسك العصايه تشاور بيها على حاجه مثلا، لا. هم بيعتبروا ان الحركه دي عيب. الاكل زي معلقه الاكل عندنا كده، هم ما ينفعش يشاوروا بيهم، دي للاكل بس. وبيبقى فيه زي حاجه ستانلس كده او جزء خشب مثلا بتحط عليه العصيان دي. ما تحطهاش في نص الطبق لان هم الموضوع ده بيستفزوا منه يعني. مش قلت لك ان الصين غريبه جدا؟ لا اصبر اسمع اللي جاي بقى. تخيل بقى ان عشان يبينوا لك ان الاكل ده واو وعجبهم جدا فيعملوا صوت في الاكل. عارف انت الفيديوهات اللي بتظهر لك على التيك توك وانت بتقلب كده لما تلاقي واحد صيني قدامه صينيه اكل كبيره وبياكل وبيعمل صوت وهو بياكل؟ ده عندهم يعني علامه كده ان الاكل ده حلو. يعني مثلا لو انت شيف ولا حاجه وعملت اكل كويس هتلاقيه بياكل كده بصوت عالي. يعني انا لو انا باكل مثلا وواحد جنبي بياكل بالشكل ده، انا لو واحد صاحبي ولا حاجه هديله على دماغه. اللي هو ايه يا ابني القرف ده؟ فهم عندهم الموضوع دوت اللي هو الاكل جامد جدا، اللي هو واو. وكمان ده بيشربوا ميه سخنه لما بيبقوا عطشانين. يعني احنا عندنا هنا مثلا لو انت عطشان انت لازم تشرب ميه ساقعه، لو لقيت ميه سخنه انت ما تشربش اصلا حتى لو انت عطشان. لكن هم عندهم لما بيعطشوا بيشربوا ميه سخنه. يعني ممكن تبقى قاعد في مطعم او كافيه تطلب ميه تجيلك سخنه، اللي هو صباح الفل، احنا ده ايه ازاي ده؟ اوعى لما تبقى قاعد مع واحد صيني تجيب له سيره الموت باي شكل من الاشكال، سواء هزار او بتجيب له سيره حد قريبك الله يرحمه مثلا. ما تتكلمش مع الصينيين في الموت ابدا، لان هم عندهم الذكرى دي اللي هو انت بتفكروا ميعاده امتى. فهم عندهم الموت ده عندهم تروما منه. كلمه الموت عندهم موضوع كبير جدا. ده لسه في مواضيع هحكي لك فيها عن الموضوع ده. اول ما تجيب له سيره الموت بس هتلاقيه مره واحده اللي هو قفل. يعني انت مثلا ممكن تبقى فرحان جدا جدا قدامك مره واحده تلاقيه زعل. فما تجيبش سيره الموت قدام واحد صيني تماما. متخيل ان رقم 4 عندهم في النطق بيبقى شبيه لنفس كلمه الموت في النطق برضه؟ فرقم 4 ده انت مش هتلاقيه في اماكن كتير جدا، ممكن ما تلاقوش في البلد كلها اصلا. يعني مش هتلاقيه في الاسانسير، مش هتلاقيه في يوفط او حاجه. وحتى الارقام عندهم مش موجود فيها رقم 4. وحتى الارقام بتاعت التليفون عندهم الى حد ما بيبقاش فيها رقم 4. فالموضوع عندهم ليفل عالي جدا. يعني انت متخيل ازاي؟ ولو صادف يعني لا قدر الله ورحت الصين واضطريت تروح جنازه فما تروحش بطقم اسود. احنا عندنا هنا
في دول الخليج او في مصر بنلبس مثلا لبس اسود في الوقت ده، هم عندهم بيلبسوا لون ابيض، فانت لو رحت بلون اسود زي ما عندنا هنا لو رحت بالوان، فاهم يا عم؟ روح بجلابيه بيضاء. الكاب الاخضر عندهم برضو ما ينفعش تقريبا، برضو بيرمز عندهم للموت. انا ما اعرفش انا ايه فكره يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ما تلبسوا اي لون يعني، اشمعنى انتوا رقم 4 وحاجات غريبه كده؟ في ايه يا جماعه؟ ما تبسطوا الامور كده. لا ده انا هصدمك دلوقتي، اوعى تتجوز واحده صينيه. متخيل ان في عاداتهم وتقاليدهم لما زوجتك تبقى حامل تشيلها وتمشي على فحم مولع؟ دي حاجه لازم تتعمل عندهم، اللي هو انت لو ما عملتش كده ما تبقاش راجل. متخيل بقى انت لو انت كده برجولتك دي رحت هناك وقالوا لك انت لو ما مشيتش هنا تبقى راجل، لا وكمان تبقى شايل مراتك وهي حامل، يعني انت متخيل؟ فيعني ربنا يكون في عونهم بصراحه. يعني ايه يا عم ده؟ اتجوز يا عم من بلدك يا عم، الصين ايه اللي تتجوز منها؟ القلم الاسود عندهم للكتابه، يعني احنا عندنا هنا القلم الازرق للكتابه والاحمر للتصحيح مثلا زي ما اتعلمنا في المدارس او حاجه لما الاستاذ يصلح لنا بالقلم الاحمر. هم عندهم بقى لو انت كتبت باللون الاحمر فانت كده زي ما يكون عدو او بتكتب رساله مش عارف ايه، برضه بيفكرهم بالموت وانك اكتب بالقلم الاسود وانت ساكت. السلم الكهرباء عندهم ليه برضه شويه حاجات كده لازم تعملها. اطلع السلم لو انت مش مستعجل خليك على اليمين، هتستنى السلم هو اللي يطلعك، لكن الناحيه الشمال لازم تبقى فاضيه عشان المستعجل يطلع يجري على السلم ده. اليمين خليك فيه لو انت مش مستعجل، لان هو من حقه ان هو يقول لك حاسب لو انت على الشمال. ده قانون عندهم، وبصراحه دي حركه منظمه جدا وهي ما تعتبرش غريبه، بالعكس دي حاجه كويسه جدا. يعني احنا عندنا هنا في مصر ما فيش حاجه اسمها كده، يعني والله لو يتنظم بالشكل ده فهيكون كويس جدا. الصينيين برضه عندهم يعني تخيل بقى الصينيين رمز الجمال والنوسه عند البنات وزنهم ما يزيدش عن ال50، اللي هو دي حاجه جميله جدا، بياخدوا بالهم من صحتهم كويس هناك. ده بعيدا بقى عن اللي هم بياكلوا خفافيش ومش ده، هم اللي بدأوا عندهم الكورونا، ربنا يعني يديهم الصحه. من التلوث اللي هم بياكلوه ده. انا ما اعرفش هم بياكلوا الكلام ده ازاي، يعني ان شاء الله في المستقبل لو الواحد سافر الصين هنبقى نعمل جوله اكل الشوارع عندهم هناك ونشوف الاكل عامل ازاي عندهم. بس بعيدا عن العادات والتقاليد دي، الصين من الدول اللي انا نفسي اروحها. تكنولوجيا، تقدم، ده هم تالت عندهم التكنولوجيا. الروبوتات عندهم خلاص اتنفذت يا معلم، بعيدا عن ايلون ماسك ده ناحيه لوحدها. التكنولوجيا عندهم في ليفل تاني، فالواحد يعني نفسه يروح الصين. الصين حلوه. وبما انك يعني شفت الكلام ده فاعتقد انك عرفت عاداتهم وتقاليدهم عشان ما تتحطش في موقف محرج. يعني اكتبوا لي تحت في الكومنتس عاوزين نتكلم الفيديو الجاي عن انهي دوله. وشكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، ولو انت ما شفتوش لحد دلوقتي انت مستني ايه؟ فوق في الاي هنا ما تنساش تشوفه وبس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جاي قريب جدا. سلام.